دكتورة، أنا عندي مشكلة مع والدتي إني بارجع من الشغل تعبانة جدًا، ولمّا بابقى راجعة مرهقة أوي، هي بيبقى في شغل كتير أوي في البيت المفروض يتعمل، وأنا باتكسف منها لإن هي تعبانة طول الوقت، فباضطر إن أنا أقف كتير، وبعد ما أرجع من الشغل ما ارتاحش خالص، وبقيت عشان هي اتعودت على كده، بقيت بارجع من الشغل ألاقيها جايبة لي خضار عشان خاطر أنضفه، جايبة لي حاجات عشان أحطها في الفريزر. بقى الموضوع أكبر من فكرة إن أنا بارجع من الشغل مثلًا أحضّر أكل، لأ ده هي كمان من كتر ما هي اتعودت إن أنا بارجع من الشغل باعمل حاجات وبنقف وكده، بقت بتزوّد عليَّ كل مرّة تقول لي طب هنجيب حاجات وهنعملها لاخواتِك، طب مش عارف إيه، بقى الموضوع عمّال يزيد. أعمل إيه؟ أنا خايفة أقول لها لأ وأكون كده عاقة. قُلت لها طيب هي مشكلتنا كبشر إن إحنا لمّا بنعوّد شخص على حاجة هو بيتعوّد على كده وبيفكّر إن ده العادي بتاعنا. مش بيبقى قاصد إن هو يعني يضايقنا، مش بيبقى قاصد إن هو يتقِّل علينا، بس هو اتعوّد علينا بشكل معيّن فخلاص هو ده بقى الروتين. قُلت لها جرّبي إنِّك لمّا ترجعي من الشغل تقومي داخلة أوضتِك وتقولي لها معلش يا ماما أنا تعبانة ومحتاجة أنام جدًا، أنا آسفة بجد، أنا والله كان نِفْسي أساعدِك بس أنا فعلًا مش قادرة. جرّبي إن أنتِ لمّا ترجعي وتلاقيها محضّرة لِك حاجات كتير أوي عشان خاطر تعمليها، قولي لها معلش يا ماما هاعملها يوم الأجازة، النهارده مش هينفع أنا محتاجة أنام عشان أنا جاية من الشغل تعبانة. لمّا جرّبِت ده، الجلسة اللي بعدها كلمتني قالت لي الطريقة ديّة بقت هايلة جدًا ونفعت جدًا، لإن أنا لقيت مامتي بدأت تتعاطف معايا، بدأت ما تزوّدش عليَّ الشغل زي الأول، وما حصلش مشاكل. أنا عبّرت لها عن إن أنا مش قادرة على الحاجة الفلانية اللي أنتِ عاوزاها منّي، وفي نفس الوقت ده خلّاها تتعاطف معايا كمان، مش خلّاها تحس إن أنا باقول لها لأ على اللي هي عاوزاه.